في ظهر 19 من يوليو من سنة 1976 بدأوا الناس يسمعوا شائعات حول سرقة بنك سوسيتي جينيرال في مدينة نيس الفرنسية، وسرقة مبلغ كبير يقدر بالملايين. الناس قاعد اجتمعوا حول البنك وكانوا مذعورين ويحاولوا يعرفوا أي معلومات على واش صرا، لأنه ما كانوش قادرين يدخلوا الحسابات تاعهم. جات الشرطة للتحقيق في واش صرا، وكي دخلوا البنك لقاو واحد المنظر غريب، صناديق الأمانات كاع فارغين، وقدروا الخسائر بمبلغ 46 مليون فرنك فرنسي، أي ما يعادل اليوم 35 مليون أورو. بصح لقاو واحد المنظر أغرب، وهو الأشياء اللي خلوها السارقين. لقاو طابلة وماكله وخبز وحتى قارورة تاع خمر حاجاكم. بصح الحاجه اللي حيرتهم كاع هي الورقه اللي لقاوها معلقه. لقاو واحد الهاند ريتن نوت مكتوب فيها سانز ارم ني ان ني فيولونس، لا اسلحه لا كراهيه لا عنف. وفي جانب غرفة صناديق الأمانات لقاو واحد الحفرة في الحيط، كي تبعوها خرجوا في شبكة الصرف الصحي حاشاكم. والنفق هذاك كان الطول تاعو حوالي 8 أمتار. البنائين أغرقوا الجدران بشكل كامل لتفادي أي انهيارات، وثاني باش يفوتوا الأشياء الثمينة والمجوهرات. كي شافت الشرطة هذا المنظر عرفوا باللي هذه ماهيش مجرد عملية سرقة تاع أناس مبتدئين، وإنما كانت عملية احترافية ومخططة مدروسة لأدق التفاصيل. وهنا عرفوا باللي هذا أكبر تحدي رايحين يواجهوه. سنة 1932 في مدينة نيس الفرنسية تولد واحد الطفل اسمه ألبير سباجياري لواحد الأسرة فقيرة تعاني من ظروف مادية صعبة. وبعد 3 سنوات من ولادته الأب تاعو توفى، وهذا هو اللي زاد من صعوبة المعيشة على العائلة، وخلى الأم هي اللي تعمل لإعالة الأسرة تاعها. ألبير كبر وكي وصل سن 17 سنة هرب من الدار، وبعد سنوات قليلة تزوج وشرى كاميرا باش يخدم بها كمصور للأعراس، وعاش حياة هادئة مع الزوجة والكلب تاعو حاشاكم. بصح حياة ألبير ما كانتش دايما هادئة، لأنه في سنوات المراهقة تاعو عاش حياة مليئة بالمغامرات والجريمة. وفي سنة 1953 حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأعمال الشاقة، والتهمة تاعو كانت سرقة بيت دعارة حاجاكم في الهند الصينية خلال حرب الاستقلال آنذاك. وبعد مرور ما يقارب 10 سنوات انضم إلى صفوف المنظمة المسلحة السرية، وهي مجموعة صغيرة تقوم بحملات لصالح الجزائر الفرنسية آنذاك. وبسبب هذا الشيء تم الحكم عليه مرة أخرى ب4 سنوات، والتهمة تاعو كانت حيازة أسلحة ومتفجرات، ودخل السجن المعروف ببريزون دي بوميت في مارسيليا. كما قلت لكم حياته كانت مليئة بالمغامرات والجريمة. بصح راكم تتسألوا كيفاش انتهى به المطاف في أكبر جريمة سرقة بنك في فرنسا. في يوم ما ألبير كان يقرأ في واحد الكتاب يسموه تو ساليغو، وين الكاتب يحكي واحد القصة تاع سرقة بنك عبر شبكة الصرف الصحي. وهنا وين جات ألبير الفكرة واستلهم منها فكرة الجريمة اللي راح يديرها. وفي شهر مارس 1976 قرر ألبير باش يدير المستحيل ويسرق البنك الرئيسي لمدينة نيس الفرنسية واللي هو سوسيتي جينيرال. بصح كان عارف بلي لازم له مخطط، وكان لازم يكون يعني ساكن شوية في مكان قريب من البنك. في يوم ما كان يقرأ في الجريدة حتى يلقى إعلان تاع كراء استوديو، ما لا يقرر باش يستعمل كاع المدخرات تاعو باش يكري هذاك الاستوديو لمدة سنة كاملة، ويديروا مقر للوظيفة تاعو كمصور. باش يبدا في التخطيط تاعو يروح للبنك ويقرر باش يفتح فيه حساب، ويبدا خطرة على خطرة يدير إيداع وسحب باش ما كاش اللي يتحلب له وتكون التحركات تاعو طبيعية. وفي كل مرة كان يروح كان يشوف شحال كاين حراس، شحال كاين عمال، وينها ساعات الذروه، وين تيكونوا الغاشي وين ما يكونوش الى اخره. بصح المشكل هو انه ما كان يعرف حتى حاجه على الخزنه تاع البنك، حتى يتفكر باللي كاين واحد صاحبه كان خدام في هذاك البنك وقال له باللي هذيك الخزنه ما فيها حتى جهاز انذار، وطالوا بزاف تفاصيل عليها، وهذه التفاصيل كانت كافيه بالنسبه لألبير. بعد ايام يقرر ألبير باش يزور شبكة الصرف الصحي في هذه المدينة ويشوف وين تؤدي وكاع. بصح ما كانوش عنده معلومات كافيه. ما واش قرر يدير؟ يقرر باش يجيب مخطوطه فيها كاع يعني شبكة الصرف الصحي تاع المدينة وكاع الأماكن اللي تأدي لهم، وجابها من واحد اللجنة المختصة في هذه الأمور بطبيعة الحال. وهذا هو اللي خلاه يعرف كاع المعلومات اللي كان محتاجها. وبعد أيام وأيام من التخطيط عرف باللي من الممكن حفر نفق من شبكة الصرف الصحي واللي يؤديه مباشرة إلى القبو أو الخزنة تاع هذاك البنك. بصح ألبير صاحبنا كان عارف باللي هذه الخدمة ماهيش تاع بنادم واحد. أما له واش قرر يدير؟ قرر باش يستعين بفريق من المجرمين مكون من 6 رجال عندهم ارتباطات بمنظمة فرنسية شبه عسكرية، ومعظمهم كانوا من مارسيليا، وكان لازم باش يكونوا من خارج المدينة باش ما كاش اللي يعرفهم في نيس. وكما كان الحال في بدايات شهر أبريل من سنة 1976 بدأ الرجال بالحفر. المجاري كانت على بعد 10 أمتار من القبو تاع البنك، ورغم أنه ما كانتش مسافة طويلة للحفر إلا أنه الفريق تاع ألبير كان لازم عليهم باش يكونوا في غاية الهدوء، لأنه البنك ما كانش فيه عزل صوتي كبير، مما يعني أنه أي صوت ولو كان قليل قادر يثير الشكوك تاع الحراس والخدامين. وهذا اللي أجبر الفريق على الحفر في صمت
تام، وكانوا يستخدموا أدوات يدوية بسيطة جدا، وبدأوا في عملية الحفر المضنية والطويلة واللي استغرقت منهم 3 أشهر كاملة. وفي هذه الفترة وخصوصا في الفترة الليلية كانوا يستخدموا الكابلات الكهربائية اللي كانت جاية من الاستوديو تاع ألبير باش يضيئوا هذاك النفق. وفي يوم 16 يوليو 1976 وفي عطلة نهاية الأسبوع وين السكان المحليين قاع يكونوا في إجازة، سباجياري والطاقم تاعو اقتحموا القبو تاع البنك أخيرا، وأمضوا ساعات طويلة في البحث في صناديق الودائع، والعدد المحدد كان 371 صندوق، وقدروا كما قلت لكم يسرقوا مبلغ قدره 46 مليون فرنك من الأموال والمجوهرات والأشياء الثمينة جدا. وفي هذوك الساعات كانوا يطيبوا ياكلوا وحتى يرقدوا. كي كملوا العملية تاعهم عودوا خرجوا بنفس الطريقة اللي دخلوا بها، وخلاوا رسائل للمحققين ووسائل الإعلام، قسموا دراهم وكل واحد فيهم راح في طريقه. والعملية تقدر تقول باللي كانت عملية سرقة مثالية. بعد فترة قصيرة من هذه العملية يقرر ألبير باش ينفصل على الزوجة تاعو ويروح ينتقل للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في فلوريدا، وين كان عنده منزل فخم وكان عايش حياة الرفاهية. بصح ألبير صاحبنا هذا كان تقدر تقول إنسان مغرور. هو صح دار عملية سرقة مثالية باش يعمر جيبو، صح في نفس الوقت كان حاب يبين الذكاء تاعو وش يقدر يدير. مالا قرر باش يدير واحد الخطوة واللي كانت واحدة من الأخطاء القليلة تاعو. ألبير قرر باش يعرض الخدمات تاعو لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وقال لهم بلي أنا هو الرأس المدبر وراء العملية اللي سموها لو كاس دو سيكل ولا ذا هايست اوف ذا سنتري ولا سرقة القرن. بصح الحاجة اللي حيرته هو أنه CIA ما كانوش مهتمين بشخص كان من أعلى المطلوبين في قائمة الانتربول، أما لا خبروا عليه الشرطة الفرنسية. مع الأول الشرطة ما كانوش مهتمين بزاف بالقضية تاعو، لأنه كانوا لاهين بعملية أخرى واللي هي مطاردة زعيم المافيا الفرنسية في مارسيليا واللي سموه تاني زامبا، واللي سموه لومبيرور دو لا نوي ولا The Emperor of Night ولا إمبراطور الليل. ألبير قدر يهرب منهم في هذيك الفترة، بصح مشي لوقت طويل، لأنه بعد بضع أسابيع الشرطة الفرنسية قدرت تقبض على 2 من أعضاء الفريق تاعو. بصح هنايا تختلف الروايات، كاين اللي يقول لك قبضوهم وهم يحاولوا يبيعوا سبائك ذهب، وكاين اللي يقول لك قبضوا غير واحد عن طريق الصديقة السابقة تاعو هي اللي بلغت عليه. المهم في الاستجواب تاعو بعد ساعات وساعات من الاستجواب ذكر لهم الاسم تاع سباجياري واللي هو اللي كان الرأس المدبر لكاع هذه العملية. بصح صاحبنا ألبير هذا ما كانش قاع سامع، وبعد عدة أيام قرر باش يعاود يرجع لفرنسا لزيارة الأهل والأصدقاء. بصح غير الحق للمطار قبضت عليه الشرطة بتاريخ 28 من شهر أكتوبر من سنة 1976، وبعد أشهر من الاستجواب والسجن وخلال جلسة استماع عقدت له في شهر مارس من سنة 1977 في قاعة المحكمة في جنوب فرنسا. سباجياري طلب من القاضي باش يطلع على واحد الوثيقة معينة، وكان في المكتب بتاعو في الطابق الثاني وطلب منه باش يفتح النافذة لأنه كان يشعر بالسخانة. أما لا غير طالوا القاضي هذيك الوثيقة وما كانش اللي كان متوقع الحركة اللي كان رايح يديرها، ألبير يروح يجري تجاه النافذة ويقفز من الطابق الثاني وطاح على واحد السيارة كانت مركونة تحت. ومباشرة في هذيك اللحظة جات واحدة الدراجة النارية تاع واحد من أعضاء الفريق تاعو، رفدته، اختفى عن الأنظار وخلى كاع الناس حيرين. الشعب الفرنسي كي يسمع بالقصة تاع سباجياري كانوا كاع مبهورين، والسلوك الغريب تاعو لاقى استحسان فئة كبيرة من الناس، وخصوصا بعد ما عرفوا باللي أرسل مبلغ 5000 فرنك لصاحب السيارة اللي طاح عليها، وهذا كتعويض كاع الخسائر اللي سببهم له. بصح الصحف الفرنسية آنذاك كانت تروج للعكس تماما، وكتبت باللي سباجياري ارتكب هذه الجريمة باش يدعم ماديا بعض الجماعات اليمينية المتطرفة، وهذا طبعا باش يكرهوا الصورة تاعو للشعب الفرنسي. بصح سباجياري ما كانش سامع بهم إطلاقا. سباجياري صاحبنا هذا دار جواز سفر مزور وتمكن من الفرار إلى الأرجنتين، وعاش ثم لمدة واشترى عقار واسع، وعاش كما كنت تعرفوا حياة الرفاهية. وثم وين اغتنم سباجياري الفرصة باش يغير المظهر تاعو 360 درجة، طلق اللحية حتى أنه دار عملية تجميل باش واحد ما يعرفوش، وهذا اللي يسمح له باش يسافر من بلد إلى آخر بدون حتى واحد ما يتحلب له، حتى واحد ما يستجوبه. راح لتشيلي، اسبانيا، البرازيل وإيطاليا، واستغل كاع هذاك الوقت تاعو في الهروب باش يكتب واحد الرواية كانت ناجحة بزاف آنذاك، واللي سماها لي زيغو دو بارادي ولا The Sewers of Paradise، حتى أنه تم تحويلها لفيلم في سنة 1979. نتقدموا شوية في الوقت ونروحوا لسنة 1983. ألبير دار شعر مستعار وأجرى مقابلة مع الصحفي الفرنسي برنار بيفو من مخبئه آنذاك في إيطاليا. سباجياري كان حرفيا على قمة العالم on top of the world، بصح العدالة ما كانتش نسيته وتم الحكم عليه بالسجن لمدى الحياة غيابيا. وبالنسبة للشركاء تاعو
تم القبض على 5 رجال منهم. بصح الأحكام تاعهم كانت أقل صرامة لحسن الحظ، وحكموا عليهم ب8 سنين. ولعبة المطاردة هذه راح تستمر لمدة 12 سنة كاملة. وبحلول نهاية ثمانينيات القرن العشرين، القضية تاع ألبير سباجياري ما ولاتش ذات أهمية باستثناء أهميتها للشرطة طبعا. وفي سنة 1988 وبعد ما انساها الشعب، حاول سباجياري باش يتفاوض للرجوع للوطن تاعو في فرنسا، وهذا مقابل مراجعة للحكم تاعو. واتصل بالمحامي الشهير آنذاك واللي سموه جون لوي بولوتيي. لكن وعلى عكس التوقعات، النظام الفرنسي القضائي رفض الطلب تاع سباجياري رفض قاطع. بصح هذه ما كانتش المشكلة تاع سباجياري الوحيدة، لأنه بعد فترة قصيرة عرف ألبير سباجياري باللي راه مصاب بسرطان الرئة. وبتاريخ 10 من يونيو من سنة 1989 ألبير سباجياري يتوفى بعد صراع مع المرض في بلدة بلونو بشمال إيطاليا، ومات كرجل حر. ما كان اللي حكمه، ما كان اللي لقى الملايين اللي سرقها. وهذه هي القصة تاع ألبير سباجياري، الرجل اللي دار فيها واحدة من أكبر السرقات الناجحة في التاريخ. ان شاء الله القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش الدعم، وثاني ما تنسوش باش تشوفوا هذه القصة ولا هذه. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم.